والله العظيم لو الاتنين، لو حد يقول لي اقول الاتنين. يعني يا ياسر بجد، على قد زعلنا وغضبنا من، وطبعا انت ما تقصدش خالص واحنا عارفين الكلام ده، خروجنا من بطولة افريقيا. لكن بجد انا عارف ان انت ما تقصدش وجات غصب عنك. انت راجل يا ياسر، وبجد شابوه على اللي انت عملته، سواء في الانقاذ الخطير اللي انت عملته مع اسامة فيصل، او الاسيست الجون. انت يعني الماتش اللي فات سيراميكا، كنت الانقاذ اللي عملته كان ده انقاذ البطوله، انقاذ الدوري. زي كان احمد رضا الهدف اللي جابه في بيراميدز هو هدف الدوري. الانقاذ اللي عملته في سيراميكا هو انقاذ الدوري. الاسيست اللي عملته في الماتش النهارده هو اسيست الدوري. والهدف اللي عمله وسام ابو علي هو هدف الدوري. بجد النهارده كانت ملحمه عظيمه يعني. انا كنت ماسك الموبايل، ما كانش عندي اي شك ان الاهلي هيجيب جول واسجل اللحظه دي. وبالفعل هعرضها لكم وهتشوفوها. مروان بيرفع الاوفر، مسطره على دماغ ياسر. ياسر ايه اللي جابه هنا؟ ياسر بدأ يطلع في اخر 5 دقايق او 4 دقايق، بدأ يطلع او 3 دقايق بدأ يطلع، علشان خلاص ما عادش مفر. عايز يستفيد بطوله والجامب بتاعه في الكرات المشتركة، عشان برضو يساعد وسام. وبالفعل مروان يبعت له الكورة يرفعها له، واسيست رائع من ياسر ابراهيم على رجل وسام. وسام يجيب هدف عمر جمهور النادي الاهلي ما ينساه. من الاهداف اللي زي هدف احمد فتحي في في نهائي كاس مصر، زي هدف احمد فتحي في بطولة الدوري، المباراة النهائية قبل مباراة الاعادة مع الاسماعيلي. معلش انا اسف. زي هدف ابو تريكة في الصفاقس، زي هدف عماد متعب في سبورت اللي هي بطولة الكونفدرالية. اهداف كتير قوي عمرنا ما ننساها. الهدف ده يا جماعة هدف الدوري بجد، يعني محدش يقول لي لا. لا، ده هدف الدوري. انا ما كنتش اتخيل. كان لسه عندنا فرصة ان احنا نفوز على فاركو، كنا ناخد الدوري. يعني لو تعادلنا النهاردة، نفوز على فاركو، يبقى كده نتساوى مع بيراميدز وعدد الاهداف لينا. لكن ما تضمنش ممكن يحصل ايه. ما تضمنش ايه اللي يجرى. ممكن لا قدر الله تتعادل مع فاركو وتتعادل مع البنك الاهلي، يروح منك الدوري. فالحمد لله، الحمد لله، قدرنا نحقق مكسب مهم جدا جدا جدا. انا اتمنى ان كابتن عماد النحاس يكمل المباراة النهائية، علشان يحس بطعم البطولة، يحس بطعم البطولة اكتر. يحس ان هو عمل فعلا انجاز، على انجاز كبير، مش عالمي، هو انجاز كبير. ان هو فاز في ال6 مباريات متتاليه، الخمسه اللي فاتوا، وان شاء الله مباراه فاركو. فاتمنى ان هو يكمل تحت اشراف المدرب الجديد، مفيش مشكله. لكن اعتقد ان هو بكره هيتم الاعلان عن المدرب الجديد، وهنشوف هل هيمسك التدريبات من بكره او من بعد بكره، ولا هيصرحوا ان كابتن عماد هو اللي يمسك لغايه مباراه فاركو تحت اشراف المدرب الجديد. كل التوفيق ان شاء الله لكابتن عماد النحاس، وكل التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله الاستاد كل التذاكر يوم 28/5 تكون محجوزة. ان شاء الله باذن الله تكون ملحمه قويه. واتمنى اتمنى اتمنى ان النادي الاهلي يخاطب اللجنه المنظمه او رابطه الانديه، ان هي ترفع عدد التذاكر اكتر من المسموح به. لان دي ان شاء الله باذن الله هتكون مباراه البطوله باذن الله ان شاء الله. فيا ريت نحتفل كلنا ويكون الجمهور اكبر من العدد اللي كان موجود النهارده. كل جماهير النادي الاهلي تحضر المباراه ديت. هيكون ان شاء الله مباراه التتويج، وانا اول الناس اللي هروح باذن الله. وان شاء الله ويروح صوتي 1000 مره فدا الاهلي وحبا في الاهلي وعظمه الاهلي وجمهور الاهلي. هنقول النهارده بقى التقييمات لاول مره هقولها بناء على كمان وجودي في الاستاد ورؤيتي للعيبه.